وكان يقول عن نفسه دائما: كنت مشروع شاعر، ولكن المسرح أخذ الحلم من أبيه ومن كونه شاعر ليكون ناقدا مسرحيا وكاتبا روائيا. قدم للمسرح العربي أهم كتابين في المسرح العربي، وهما الثابت والمتحول في المسرح العربي. المسرح العربي والتحدي الحضاري يدرس أو كان هذان الكتابان قد درسا في جامعات مختلفة في الوطن العربي. قدم الكثير من المؤلفات تجاوزت 20 مؤلفا ما بين النص الروائي والقصصي والنقد المسرحي. أيضا كانت رؤاه المختلفة حول الواقع العربي من خلال رؤيته من بداية الكلمة حول والرؤية حول القرية انطلاقا إلى آفاق كبيرة. كانت هذه هي الروح المستلهمة في كتاباته القصصية والروائية. معي الكاتب والروائي الأستاذ إبراهيم جد الله. أستاذ إبراهيم، أهلا بك. أهلا بحضرتك. أستاذ إبراهيم، في البداية ونحن دائما نتحدث عن النشأة والخطوات الأولى وحلم الأسرة وحلم المكان، القرية كانت هي الدافع الأول لأن تتعرف على هذا العالم. كيف كانت هذه القرية التي احتوتك واحتوتها؟ أولا أنا سعيد بحضرتك في البرنامج. فكرة البرنامج فكرة الدخول إلى الأوراق القديمة ومحاولة تقليبها وبمفهومنا الطفولي اللعب في أوراقه القديمة. أنت تسأل عن القرية، والقرية هي الآن، لأنها كانت البدء وهي المنتهى. فقد بدأت والآن أنا بها حاليا أمارسها وتمارسني. لو تريد لحظة البدايات في القرية، فهي ككل طفل يولد لأسرة تمتهن الفلاحة مرتبطة بالأرض، خرج إلى الدنيا وجد أبا وشقيقه الوحيد يمتلكان مع مطلع خمسينات القرن الماضي يمتلكان قطعة أرض سلمت إليهما من ثورة يوليو. تحمل الأب مرض أخيه مبكرا وهو الشقيق الوحيد، وعبء 10 من الأبناء اللي هو أنا أكبرهم. هذه الصورة في مجملها. أما في البداية ظهر انتمائي بالفهم العام للانتماء والوعي بحركة الناس وحب رصد حركة الناس من خلال تجربة والدي في التجنيد في القوات المسلحة أو في الجيش أيامها، أو كانوا بيقولوا عليها الجهادية في الريف المصري في فترة 56 وأنا طفل ابن 4 5 سنوات. وجد أبوه في الجيش، وعند عودته كان يحكي عن روح البطولة اللي ظهرت في أثناء العدوان الثلاثي في 56. وكان يربط هذا بشكل غير واعي اللي بيحدث في الجبهة والعدوان والانتصار اللي قيل ايامها ان احنا انتصرنا من خلال الميديا الاعلاميه اللي كانت بتتقال بالاذاعه، اللي هي كانت مصدر الميديا الوحيد في الزمن ده، باللي بيحصل في القريه من تفاعل نوعي مش تفاعل كمي. ما هو التفاعل النوعي في هذه الحاله او التفاعل الموازي؟ التفاعل الموازي كنت تقدر في هذه القريه كان شيء جميل. حاله يعني شفت حضرتك التعبيرات اللي بنقول عليها دلوقتي الزمن الجميل. لما تيجي تسمع دلوقتي نوع من الطرح للفن الاستهلاكي، وواحد من جيل يقول الله على الزمن الجميل، بالتوازي برضه انا بقول الزمن الجميل في الوعي بالقياس الآل. وانا شاهد على المرحلتين، لان انا زي ما قلت لحضرتك القرية البدء والقرية المنتهى. الآن أنا قاعد في القرية، لا تستطيع أن تفارق القرية بالمرة. 20 ساعة قاعد في مكتبي، متأمل في مكتبي وراصد، أرى الناس ولي عيوني مش عيون البصاصين، لا عيون المحبين اللي بيجوا يمدوني كل ليلة بما يحدث من تطورات
في عالم الناس وعالم البشر، إلى جانب علاقاتي أنا الاجتماعية كرجل قاربت من ال60 ولي رصيد وتاريخ من المعرفة والوعي، وبنزل بعمل مع الناس. فالقرية الآن عشان كده بقول لك الزمن الجميل كان وعي موازي زي ما حضرتك قلت لما يحدث في الأب عائد عائد بعد فترات من العمل العسكري والقرية بتفاعلها مع هذا الإنجاز اللي قيل بعد كده انه كان انتصار سياسي، ما كانش انتصار عسكري، انما كانت روح الناس محتشدة بإيجابا او سلبا مع اللي بيحصل في بورسعيد وفي مدن القناة في ال56 وفي ايام كانت هناك روح منتصرة. ايوه، روح يعني تلبستها أجساد البشر في هذه الفترة. ده كلام جميل، كلام مهم جدا الكلام ده، الروح المنتصرة مش الروح المنسحقة. دعني أقف عند هذه النقطة أستاذ إبراهيم، وأنت ذكرت في مستهل الكلام ما يستدعي بعض التساؤلات. قلت إن الثورة جاءت وكنا أسرة كثيرة العيال وبعض الفدادين التي أعطتها لنا الثورة. نعم. إذن ثورة يوليو جاءت في وقتها على الأقل بالنسبة إليكم كأسرة، ومن ثم بالنسبة للمناخ العام والمجتمع المصري بشكل عام. أنا أقول لحضرتك، أنا جسدت ده بشكل عملي وحقيقي. أنا ليا رواية من 3 أجزاء اللي أخذت عليها منحة التفرغ من وزارة الثقافة المصرية، اسمها منازل الحنين، مواسم الضنا ومنازل الحنين. دي جزءها بيرصد حالة القرية المصرية قبل فترة الخمسينات والحراك اللي كان موجود في القرية وأشكال العلاقات الاجتماعية والإنسانية اللي موجودة في القرية، ونمط العلاقات السياسية الفلاح بصاحب الأرض من عبودية واستذلال، أن البشر والأرض يمتلكهما فرد واحد، وده واقع قائم ومجسد لحد هذه اللحظة في البنايات اللي كان يمتلكها صاحب الأرض الإقطاعي اللي هي الوساية. ما زالت مبانيها موجودة اللي أخذتها الثورة واحتلتها جمعية الإصلاح الزراعي بتقيم فيها مشاريعها دلوقتي، ما زالت قائمة وشاخصة وشاهدة من نظام استعباد وإذلال ونظام أجرة وتملية اللي كانوا بيقولوا عليهم إن كل هؤلاء البشر هم تملية، يعني دائما بالتوالي والتملي عمال مداومين وموالين في أرض هذا الإقطاعي، لا يمتلك حتى قوت يومه يقرر من صاحب الأرض. والإقطاعي كان بشكل ما مرتبط بالسلطة الحاكمة على مستوى القطر في مصر. أنا واحد يعني ابن هؤلاء الملايين من الفلاحين، مش ابن أسرتي لوحدي، ابن هؤلاء الملايين من الفلاحين في مصر الذين كانوا مضارين، اللي كانوا من هذا الوضع الذي تطلب في نفس الوقت قيام ثورة تصح هذه الأوضاع. إن كان للثورة من نصيب في النجاح، فأنا أعتقد على المستوى الفلاحين في مصر يكفيها فخرا ما أنجزته من نقل الفلاح المصري من نظام عبودية وصخرة إلى نظام يمتلك قراره. يا سيدي الفاضل، وأنا لما بدأ وعي ينضج وقربت من 10 سنوات كنت بشوف كيف يتعامل الفلاح اللي عبد الناصر أشركه في مؤسسات القرار من خلال جمعيات زراعية واتحاد تعاوني، ومن خلال مشاركة الفلاح في بعض مؤسسات الثورة اللي كان عبد الناصر رحمة الله عليه حب يعملها كرديف سياسي للثورة لمقاومة ومحاربة أعدائها وخصومها، تنظيم الطليعة ومنظمات الشباب. وكان كنت بشوف قد ايه الفلاح المرتبط بالأرض الذي لا يوجد غير قراءة اسمه وكتابته، لما يروح يطلع وياخد دورة في التثقيف السياسي كيف يأتي رد فعل هذا التثقيف والوعي وتنمية وعيه في سلوكه اليومي مع الناس، إيمانه بأن الاشتراكية حل كان يطبقها عمليا مع أولاده، مع جيرانه، مع علاقاته الاجتماعية حتى بيسمعها في الأغاني حينما يغني عبد الحليم من كلمات صلاح جاهين. ده خلينا لذلك سأنتقل إلى جزء آخر ولكن بعد أن تتم هذه الإجابة. أنا ابن هذه الأسرة، خرجت للدنيا لقيت في أرضية اجتماعية مريحة، ما عانتش كما يعاني جدي.
يمكن ابويا معناش اكتر لانه وان كان لحقها في شبابه، انما هو ابن فلاح مصري كان اجيرا. فترة الوعي اللي اكتسبها والدي رحمة الله عليه في فترة التجنيد. وعلى فكرة كمان معلومة، ان الارض لم يمتلكها ابويا باسمه، يعني عقد تمليك الاصلاح الزراعي ما كانش باسم والدي. وباسم من؟ باسم عمي شقيقه، لان والدي كان في الجيش ايامها. يعني خلينا ننتقل وعمي لم ينجب، فاحنا صرنا احنا الورثة اللي تربى منها ال8 اخوة الله. والبنتين. كان هذا على مستوى الإصلاح الزراعي. نعم. على مستوى علاقة الثورة بالفلاح المصري واكتساب هذا العنصر المهم، الدعامة القوية في الحياة المصرية. ولكن على مستويات أخرى، على مستوى الوعي الثقافي، على مناحي مختلفة ثقافيا وسياسيا في أصعدة مختلفة في الحياة المصرية، هل ترى أن الثورة حققت على نفس المستوى بالتوازي في هذه الجوانب؟ يا صديقي العزيز، السؤال يطرح منهج المقاربة والمقارنة. والمقارنة صعبة ومؤلمة، مؤلمة حقيقي. أنا هأذكر لك حاجة واحدة فقط من ضمن، بلاش مشروع ال1000 كتاب، هنرجع برضو هنلتزم لحب الشديد أوي للقرية. فكرة مراكز الشباب، الفهم العام لمركز الشباب انه مركز بتاع شوية ولاد بيلعبوا كورة. لا، في الستينات يا صديقي كان موضوع مختلف. كان هناك نشاط هام جدا لمراكز الشباب، من ضمن فلسفتها التثقيف والنشاط الفني. انا اتربيت وحبيت المسرح من مركز شباب القرية نفسه. المسرح ببعده القومي والعروبي والدراسات الهامة اللي انجزتها على مستوى دراسات في المسرح العربي، كان جذرها البسيط المسرح اللي انا اشتغلت فيه وانا صغير طالب في ابتدائي في مركز شباب القرية، اللي كان مراكز الشباب بتعمل مسابقات في المسرح على مستوى الجمهورية. تعالي قول لي حاليا ما هو المسرح؟ ايه انشطة وزارة الثقافة بالنسبة لمراكز الشباب؟ فقدت فعاليتها تماما. بخط موازي بقى هيئة أصول الثقافة التي كانت تسمى سابقا الثقافة الجماهيرية. الثقافة الجماهيرية. خد بالك من الدال لكلمة ثقافة جماهيرية والدال لكلمة قصور الثقافة. قصر يوحي بالفخفخة ومش عارف ايه وجدران مغلقة. تانية الفلسفة الأساسية الإيمان بالجماهير، الثقافة للجماهير. طلع يا سيد الفاضل أعظم فترات ازدهار المسرح القومي في الترجمات، في العروض المترجمة، في العروض الممسرحة، استعادة تراث المسرح المصري في فترة الستينات، افتتاح مسارح أكاديمية الفنون واللي أنا اتخرجت منها ومعهد الفنون المسرحية، سلسلة ال1000 كتاب ومشاريع الترجمة. ولكن حينما نضع الأمور في المقارنة لابد أيضا أن نذكر أيضا هنا وإحنا نتكلم عن قضية قصور الثقافة. أي نعم، لا، قضية قصور الثقافة لها أجندة ولها نشاطها ولها مساعيها، والثقافة الجماهيرية كانت لها ولها أيضا. مراكز الشباب اليوم أخذت المركز القومي للشباب أو المجلس القومي للشباب اليوم يضع أجندة وخطة كبيرة لمراكز الشباب وخطة طموحة. ولكن عندما أرجع إلى نقطة مهمة في مرحلة الستينيات، ونتكلم عن بعض ما يتعلق بك شخصيا في هذه الفترة، وإن كان الوعي في طريقه للتشكل وللتكوين. قلت أنا ماركسي الفكر ناصري الهوى. يعني البعض قد يتصور أن ثمة خطين متقاطعين. يعني ما دلالة ذلك؟ شوف يا صديق، أنا عندي إيمان أو وعي فطري من زمان إن الذي يؤدلج نفسه لا يتأدلج. الوقوع داخل إطار من رؤية محددة، لأن مفيش فلسفة ظهرت على وجه الأرض تستطيع أن تمتلك الحقيقة كاملة. والإنسان إذا لم يكن مستلهم لكل التجارب فلن يستطيع أن يعبر عن إنسانيته ويصل بإنسانيته الحقيقية. فكل تجربة فلسفية أو علمية أو إنسانية بشكل عام فيها جوانب تضيء لحياة البشر. فأنا أخذت مثلا مفهوم العدالة الاجتماعية والمفهوم الطبقي اللي أنا شفته وعشته في
اخذته من فهم الماركسيه، من قراءتي للماركسيه. وعلى فكره دي من ضمن حسنات ثوره 23 يوليو برضه، مش عارف، هو المسائل بترد تاني، ان كان مراكز القراءه منتشره قوي، فكان في الفتره ديت المتاح لديك هذا الكم الهائل من القراءات في الفكر الفلسفي الماركسي وغيره، بس اللي كان مطروح ايام الفكر الاشتراكي. فانت بقيت وقعت في منطق الجدل ما بين واقعك وقراءاتك، فلقيت فيه ما يشبه التموسك يعني، او الانسجام بين واقعك الاجتماعي الطبقي كابن طبقة فقيرة، واللي بتقراه من رؤية حول قيادة هذه الطبقة لعمل نضالي ماركسي ناصري، لأن أنا ابن هذه المرحلة وابن المستفيدين منها، هذا شيء طبيعي. أنا ابن التجربة الناصرية وأحد أبناء المستفيدين منها، وهي صاحبة فضل عليها كما صاحبة الفضل على الملايين من أبناء مصر. ولكن لماذا كان هناك ما يشبه العداء؟ لا أريد أن أصدر العنوان وأصدر الكلمة بشكلها الواضح أو الصريح. لماذا كان هناك عداء خفي ما بين الثورة والتنظيمات الماركسية واليسارية؟ وإن كان يعني التوجه الناصري أو الحركة الناصرية بنت الحركة اليسارية بقى. هو حتى دلوقتي لما بتيجي تأرشف لكلمة يسار بتقول اليسار بما فيه القومي والماركسي والناصري كده. هو بدون الدخول في مفهوم التاريخ وفي عرض التاريخ، هو لم يكن صدام بالمعنى المتوحش للصدام، لذلك لم أرتضي هذا العنوان الواضح والصريح. كما حدث مع الإخوان، كما حدث مع الإخوان. ولكل صدام منطقه. صدام الثورة مع الإخوان له منطقه، وصدامه مع الماركسيين له منطقهم. في النهاية المحصلة إيه؟ مين قرب من مين؟ لأن اليسار ذو لحمة واحدة ومؤمن بالإنسان وبالصعود بالإنسان بشكل إنساني وحقيقي، فقربوا من بعض. يمكن ده ذكاء من عبد الناصر، هو بالتأكيد فيه قمع لبعض كوادر من الحزب الشيوعي المصري وبعض كوادر من الشيوعيين ودخلت المعتقلات، إنما لم يكن هناك قمع للفكرة، بدليل إن اللي قاد حركة التطوير لآلية الاشتراكية في عهد الثورة هم اخواننا الماركسيين، ابتداء من الإعلام لإدارة القطاع العام. خرج للجامعات رغم الصدام في بداية الثورة مع أعضاء هيئة التدريس في جامعة اسكندرية مع ماركسيين كبار، إنما ده ما يلغيش إن الماركسيين هم اللي تقدموا الصفوف في تنمية الوعي. وعندك منظمة الشباب ومعهد الاتحاد الاشتراكي ومعهد الشباب الاشتراكي. وأنا تتلمذت في معهد الشباب الاشتراكي على يد كوادر من الماركسيين، محمود أمين العالم وعبد العظيم. هل إصرار الرئيس والزعيم عبد الناصر على يعني ما يسميه بتنظيم سياسي واحد، نعم، هو أحد الأسباب الرئيسية في هذا الصدام بينه وبين تيارات مختلفة داخل المجتمع في ذلك الوقت؟ ولما لا نعتبر أن كل التيارات المختلفة التي تختلف حول هذا المفهوم كانت ترى في نفسها أنها التيار السياسي الواحد الذي لا يصلح غيره، والواقع حاليا يقول ذلك. أنا ومن بعدي الطوفان. لماذا نفي الآخر؟ يعني النفي الآخر، لماذا نعاني منه قديما؟ ده جزء من ثقافتنا، موروثنا. احنا ما عندناش، أولا ما عندناش الرغبة أن احنا نتدرب على الاختلاف. ألا ترى أكبر دعاة للليبرالية متجاوزين الأسماء، متجاوزين أشياء كثيرة، يعني هو ينفي الآخر بشكل بسيط جدا ومباشر. هو نفي الآخر هو إثبات للذات. يعني نفي الآخر، أقصد نفي الآخر هو نفي للذات. تمام. لأن إذا لم يكن الآخر موجود فلست أنا موجود، أنا أيضا. فاللي أنا عايز أوصل له في النقطة ديت إن اللي بيطرح إن عبد الناصر كان يسود خط فكره فلسفة الحزب الواحد أو التنظيم الواحد. تمو لم يمهله القدر أن ينشئ التنظيم الموازي اللي هو منظمة الشباب الاشتراكي، وتنظيم وحكايته مع العمال والفلاحين والمؤسسات الديمقراطية الضخمة، اتحاد التعاون المركزي واتحاد الطلاب. فكرة اتحاد الطلاب
اللي اعترك فيها معارك رهيبة بعد السبعينات، وقامت وكانت لها دور كبير في توهج الحركة السياسية داخل الجامعة المصرية. وهو كان عبد الناصر كان يعتمد على هاتين الشريحتين، شريحة الفلاحين بالتحديد وشريحة الطلاب. لماذا دخل إذن مع خلاف مع التيارات أو كافة التيارات السياسية في مصر؟ شيء منطقي جدا، لازم يدخل خلاف. لماذا؟ احنا ليه نفترض دائما إن انا عشان انا ازكي هذا التيار انه ما يدخلش في خلاف؟ هي دي الطبيعة، هو ده الانسان، والمعط والمنتج الانساني لابد ان يصطدم ب او يلاقي او يواجه ردة فعل ايجابية او سلبية. اذا الحياة هي وليدة الصراع. هي وليدة الصراع. ده كلام صحيح 100%. والصراع ينجز وينتج التطور، ولكن ما الذي ادى الى 5 يونيو 67؟ نذهب الى هذا الفاصل ونعود مرة اخرى. وإذا كانت إسرائيل تستطيع أن تتصور أنها بهذه الحملة المسعورة ستقضي على وحدة الصف العربي، إن ردنا على هذا إن الشعب العربي يسير في زحفه المقدس ليحقق الأهداف الكبرى التي كافح من أجلها. عبد الناصر. أستاذ إبراهيم، ونحن نتكلم عن الواقع الثقافي والمثقف، يعني أكثر ما يكون من التأثير والتأثر بالحالة التي تحدث. 5 يونيو ما قبلها وما بعدها ثقافيا وأدبيا واجتماعيا. أنا لن أستطيع أن أكون شاهد عيان على هذه الفترة، لأن في 67 كان عندي 15 سنة مثلا. 15 سنة كان بدأ الوعي يتشكل، لكن بالتأكيد كنت راصد وكنت مشارك في العمل اليومي بعد الهزيمة مباشرة، بعد سكوت المدافع في سيناء أو انكفاء المدافع في سيناء وعودة المنسحبين. وكنت أحد مشاهدين الانكسار في عيون الزعيم عبد الناصر رحمة الله عليه في خطاب الاستقالة، وشاهدت أمي وابويا قاعدين في الأوضة قدام الراديو، وكان في تلفزيون واحد بس في البلد كنا احنا اللي بنشوفه. شفت رجعت لقيتهم قاعدين بيعيطهم ان الراجل بيستقيل، وشفت ردة فعلة الناس بالليل، والقرية ما كانش دخلها كهرباء، الناس طالعة في الشوارع بالشموع وبالصراخ وبالاحتجاج. ليه طالعين ليه؟ الناس بتردد بشكل تلقائي وعفوي، لا احنا بنرفض الكلام اللي انت بتقوله ده. يعني معناها ان احنا بنرفض الهزيمة، يعني ان هذا الشعب مهما مر به من نكبات، من انتكاسات، من نكسات، من انهزامات، هو قادر في لحظة ما انه يفوق وينفض عن نفسه، يقول له لا، ده هو رفضه نفسه. يعني هل ترى رفض الشعب لاستقالة الرئيس عبد الناصر في خطاب التنحي كان بداية عودة الوعي ومن ثم عودة الروح لهذا الشعب؟ الشعب لم يكن غائبا. الشعب كان يراقب وفرح ومبهور قوي، وكان يتمنى أن يتحقق ما يقال له، لأن هو كان مطلق شعار يد تعمل ويد تحمل السلاح، يد تبني. فالناس بتبني 100 مصنع وال100 قرية وال100 وحدة صحية كل يوم، مش عارف ايه، مشاريع المياه، الشرب، الوحدات الصحية اللي بتنشأ رغم الاستعداد للحرب، والميديا والإذاعة اللي كل يوم بتقول ان احنا وان احنا وان احنا وقادرين وما قادرين.
الشعب لم يكن ينظر أو يفكر أو يتأمل لحظة أو يأمل لحظة أن يقع ما وقع. كان متصور من خلال ما يبث له إن بالفعل ما يتوازى في داخلنا، ما يقع في داخلنا يتوازى مع ما يقال في الشارع وحننتصر. فكانت الانكسارة، وهنا جاءت عظمة الشعب. عظمة الشعب، أنا بدافع معاك وأنا في جبهتي الداخلية، بقف على طوابير الكستور وبجيب الجاز بالكبون وبدعم مجهودك الحربي وبتحمل شظف العيش معاك على أساس يد تبني ويد تحمل السلاح. وإذا كنت لا أملك إلا الدم أتبرع به. ما هو ده المرحلة اللي جت بقى، وأنا أقول لك وأنا شايل عيان عليه. ماذا حدث؟ وفي الآخر أنت تتهزم. طب لا، ما أنتش أنت ما أنتش مهزوم، لأن أنت لو اتهزمت إحنا مهزومين، إحنا ما تهزمناش، بدليل إحنا طالعين لك أهو. في طبعا كلام اتقال ان التنظيم بتاع عبد الناصر هو اللي طلع الناس، زي ما طلعوا يوم الجنازة بتاعته. انا بقول لحضرتك احنا كنا بنتفرج على تلفزيون واحد، هو كان تلفزيون الحاج سعد المنسي اللي موجود في القرية، واحنا شباب وندخل بقرش نتفرج عليه، شفنا خطاب الهزيمة. والقرش كان مبلغ في هذه الفترة، كان مبلغ بقرش. ورجعت لقيت ابويا قاعد بيتفرج، قاعد بيسمع الراديو هو ووالدتي وبيبكم، ولقيت الناس زحفه ورانا في الشارع، ما كانش لنا لا دور لا قيادي ولا حاجه في المرحله دي. الناس بوعيها الطبيعي رفض الانكسار، لان دي عظمه المصريين. انت لو انكسرت يبقى احنا انكسرنا، فاقف. انت غلطت وبتتحمل مسؤوليه، شيل. استوعبها الراجل. وهنا التحول زي ما حضرتك قلت، تحول نوعي وكمي، سريع ومتواتر على الجبهه، وسريع ومتواتر بدأ المثقفين يفوقوا اللي كانوا. ولكن كيف تقيم يعني التحولات الفكرية لدى العديد من مثقفي مصر في تلك الفترة، وخاصة يعني من اليسار تحديدا؟ تحولوا إلى اليمين، يعني تحولوا إلى أفكار مختلفة. ما كان يؤمن به قبل 67 أصبحت هناك أفكار أخرى، أصبحت هناك توجهات مختلفة. يا صديقي، كل هذا الكلام لم يتم الخوض فيه إلا مع دخول فترة السبعينات. شفنا البكائين اللي قعدوا يقولوا عن الانكسار اللي شرختنا من الداخل، والانكسار اللي أفقدتنا زهونا وفرحنا، والانكسار اللي أفقدتنا ذاتنا، والانهزام وإحنا اتشرخنا. هذا الكلام لما كان فيه كتابات استنهاضية لعلي سالم، أحد رموز التطبيع مع إسرائيل حاليا. علي سالم كتب الأغنية على الممر وحاجات، وعملية نوح ومحمود دياب، وطلع جيل هائل من الكتاب وقف في صف الشعب مش في صف النظام. يعني دعني أذكر حضرتك بمقولة تقول عن الماركسيين أنهم تحولوا وباعوا مبادئهم وأصبحوا مناظرين للتجربة الماركسية فقط مع الانضمام للاتحاد الاشتراكي. أخاف أن أنا طبعا هفتح النار كتير على أسماء كتير، هي دي الحقيقة. متجاوزين الأسماء، يعني فلنكن متجاوزين الأسماء. أنا شايف مع التحفظ إن يعني حركة اليسار الماركسي في مصر عليها كثير من المآخذ. هم ينظروا إلى تجربة الستينات فقط للهزيمة. كل ما يرصدوه في تجربة عبد الناصر هذا الانهزام وهذا الانكسار، وإن هو اللي ودانا في 60 داهية. لا تنظر عيونهم أبدا لأي منجز. يجب أن ينظروا إلى ماذا؟ إذا أردت أن توجه الأنظار، ماذا يجب أن تنظر إليه العين؟ أنا أقيم التجربة من منطق بشري. هذه التجربة الثورية، تجربة عبد الناصر، هي تجربة بشر يخطئ ويصيب، وإعلانه الصريح في خطاب التنحي يدل على أنه بشر حقيقي آمن بالتجربة، تجربة الخطأ والصواب، وقال أنا متحمل النتيجة. يعني إذا كان يحاول التجاوزات اللي حصلت حواليه من خلال الحس الوطني، من خلال الحلم القومي. إنما لا أطلق في النهاية خط عريض وعنوان عريض أتهم صديقي فلان بأنه خائن. ألا ترى أن هذه مشكلة؟ ألا ترى أن هذه مشكلة عندنا حتى في كتابة التاريخ وقراءة التاريخ؟ من ينحاز 100%، أيوة. ومن يقف في الاتجاه الآخر يعادي بنسبة 100%. من ليس معي فهو ضدي.
ده كلام صحيح. إلى أي الأسباب، أو كيف يعني تبرر هذه الذهنية الموجودة لدينا من خلال الكتابة النقدية في المسرح؟ وأنت لديك مشوار طويل في الكتابة النقدية والرؤية المختلفة، وترى أن المسرح لابد وأن يتحرك، وأن المياه الساكنة لابد وأن تلقى فيها أحجار كثيرة، لأن المسرح كما يقولون تحت، وعلى سبيل المثال بريخت يبدأ بعد العرض. يبدأ بعد العرض. والأمنية تبدأ بعد الحلم. حضرتك بتقول كيف؟ أنا شايف، ودي رؤية، إن لقمة العيش، الرخاء الاجتماعي، لو شعب يمتلك الوعي والتاريخ والحضور الجغرافي والتاريخي، مصر إقليم لا حضورها التاريخي والجغرافي وظرفها الاقتصادي، وده مفهوم على فكرة بقى، يقول لك ده ماركسي بقى هنا في فهمه للأمور. نبدأ من الاقتصاد. إذا حليت المشكلة الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الناس، تقدر تحاسبها على الإفرازات اللي احنا ما احناش راضيين عنها، من مسألة عدم الإرادة، عدم وجود إرادة لقبول الآخر. المعطى الاقتصادي معطى مهم جدا ومعطى فاعل. معطى فاعل، لأنه يؤدي إلى فعالية اجتماعية، يؤدي إلى حراك اجتماعي إيجابي، كما سوء الوضع الاقتصادي يؤدي إلى حراك اجتماعي سيء. وفأس الفلاح هو الأساس. وفأس الفلاح هو الأساس. يعني لنعد إلى حينما ندخل إلى لحظة تاريخية، لحظة يعني كلما نراها أعتقد نتأمل هذا المشهد، مشهد وفاة الرئيس والزعيم عبد الناصر. يعني أراك أغمضت عينيك وكأنك تذكرت أو تذكرت عيناك دمعتين. أنا تذكرت فورا موقفين يمت بصلة شديدة لهذا اليوم التاريخي الرائع في تاريخ مصر. أنا شيدت بيتا في مكان فاضي، كان تقع في أحداث يوم 28 سبتمبر ملحمية بريختية. عدنا إلى بريخت مرة أخرى. نعم. ويبدو أن بريخت بدأ معك مبكرا جدا. إبراهيم. الهرموني الجماعي، العفوي التلقائي، المسرح المفتوح، كسر الإيحاء، كسر الإيحاء، مشاركة الجمهور، أن تجعل المألوف غريبا. بيت أبويا يطل على الطريق، بيت ضخم برندة متسعة، أمامه فضاء. فجأة ابن 18-19 سنة بيجهز نفسه لكي تخرج الجنازة من أمام هذا البيت، جنازة رسمية. حد يعني لكن أستاذ إبراهيم في نقطة مهمة جدا، وهو حتى أنت في هذه الحياة كسرت الحائط الرابع. أنا عملت مسرح جماهيري لمدة 4 ساعات، جنازة تماثل وتوازي الذي أقيم في القاهرة تماما. أتقدمها زميلي الطالب الأزهري اللي لابس العمامة وشايل المصحف، والعمد والمشايخ والجماهير والبكائين والبكاءات، جنازة يتمثلون الرجل كأنه داخل هذا النعش من نفس المكان الذي الجنازات الوهمية أو الموازية. الجنازات الموازية للجنازة، أن كل واحد أقام في. أنا هذا يذكرني بموقفين. أنا حاشت لك، أنت بتقول لي على لحظة وفاة عبد الناصر والجنازة. طبعا جنازة تاريخية بكل المقاييس، مش باعترافي أنا، عشان وأنا في اليمن كنت بعمل مستشار مسرح لوزير الثقافة اليمني من 84 أيوة ل 90 سنة 90. كلفت بإجراء بعض الدراسات أو قيادة فريق لجمع الأمثال الشعبية اليمنية. ماذا وجدت؟ فتعرفت على اليمنيين عن قرب، واليمني يعشق مصر ترابا وشعبا وحضارة. فكنت كل مرة يقول لك يا عبد الناصر جاهو، سمرة الملامح والطول فبنحكي في ليلة
بنخلص جمع الشغل مع المجموعة بالنهار، وبنقعد نسهر في بيت ده من الأصدقاء اللي ما زالوا أصدقاء لحد هذه اللحظة. فذكرني طبيب الوحدة الصحية اسمه الدكتور عبد الملك شمسان، أذكره لحد هذه اللحظة، قال لي عبد الرحمن ردمان ده اللي هو رئيس المجلس المحلي في المنطقة دي كلها، حينما أعلن راديو صنعاء وفاة بصوت أنور السادات وفاة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، خلع الجنبية بتاعته، الجنبية اللي هي بيحطها على الحزام ديت اللي هي الخنجر، وأراد أن يطعن نفسه. لحقوه إخواته ولا أنا كنت شايف، يعني راجل حب يتخلص. تصرف لا إرادي. لا إرادي. هذا موقف. وأصدق التصرفات التي تخرج لا إراديا. هو لا إرادية، عفويا كده، قال لك أنا طب مات، خلاص رحنا في داهية، نعيش ليه بعد منه. سنة 1997 كنت أحد المحكمين في لجنة في المائدة المستديرة في جامعة ناصر الأممية في ليبيا. المسابقة دي على مستوى طلاب الوطن العربي وأساتذة الوطن العربي، بيعملوا مائدة مستديرة لمدة 20 يوم في جامعة ناصر. كنت أنا أحد الباحثين، فخدوني عضو لجنة تحكيم مسابقة القصة. فلقيت الثلاثة الفايزين المتصعدين عشان أصعد منهم واحد يمني كاتب عن جنازة وهمية لعبد الناصر يوم وفاته، طالب ولد بعد عبد الناصر، ولد يعني مواليد أواخر السبعينات. والقصة الفايزة عشان أديلها 20 درجة من 100 بعد 80 لم يعاصر ظرفها التاريخي، لم يعاصر، عامل وصف كما سمعه من أهله في قرية يمنية أقاموا جنازة تشبه اللي أقامها إبراهيم جد الله في قريته. فما كان مني إلا أن أنحني لهذا الشاب ابن ال 17-18 سنة اللي أنا بحكم له. لكي أقف أيضا معك على حبك وشغفك بالمسرح، تمنى أبوك لحظة أن تكون شيخا أزهريا، وقلت عن نفسك كنت مشروع شاعر. المسرح سحب هذا الحلم وأضاع هذا المشروع، كيف؟ أنا تربيت تربية أزهرية، قناعة من الوالد رحمة الله عليه إن الأزهر موفور البركات، لأن كان في العيلة حد ما من أقاربي تمرد على الأزهر فأصابه البؤس في حياته، فترسخت عند الوالد رحمة الله عليه إن من يخرج من الأزهر يصيبه البؤس. وأنا لو كنت استمرت في الأزهر كان أصابني بؤس أكثر مما أصابني. فكان أصدقائه أحد خطباء المساجد المفوهين الضرير اسمه الشيخ فريد، فكان والدي شغوف به جدا، وكان شايف فيا النبوغ للقراية، وكان هو اللي يوفرها لي كل يوم 4 يشتري لي من محطة الأتوبيس في المدينة عندنا الجرايد ومجلة الثقافة ومجلة القصة وتفاسير القرآن، وكان يعدني أن أكون متواصل التعليم الأزهري لأخرج خطيبا في مسجد أو رجل علم أو رجل دين يعني. ولماذا رفضت وتصورت أنه أنا هذا مش رفض ليس رفضا للأزهر؟ لا 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 ليس رفضا للأزهر. أيوة. ألا أقول لك طرفة إن أنا في امتحانات الثانوية الأزهرية كانت تباع في مدينة المنصورة دار الشرق اللي كانت تبع الاتحاد السوفيتي زمان، كانت تباع كتب لينين وإنجليز وكتب شولوخوف وكتب دايستوفسكي وماكسيم جوركي، كانوا يعملوا لها معرض. كنت أنا وأنا في أثناء الثقافة السوفيتية الاشتراكية بأحسن بكل صنوفها، بكل صنوف، بس والألوان الأدبية، بس الثقافة الإنسانية اللي على فكرة هي اللي سحبتني لمجال الرواية. ماكسيم جوركي بالذات من خلال قصته مولد إنسان، هي دي المفتاح اللي سحبني لمجال القصة، ومسرحيته الحضيض هي اللي سحبتني لمجال المسرح، إلى جانب التراكمات اللي أنا جايبها من القرية وأنا طفل وأنا شاب وأنا ولد صغير بيتعلم المسرح وبيمارس المسرح ويبقى بطولة المسرح. ألا ترى أن القصة الشرقية والمسرح الشرقي كان رائدين في فنونها؟ طبعا معناها الإنساني في كليتها الإنسانية، في اهتمامه بالإنسان،
كان هناك شعار مرفوع: إذا لم يكن الإنسان قضية فما تكون القضية. ده المبهر قوي في الأدب الروسي. ما كانش الأدب التبشيري حتى على مستوى الموسيقى، يعني على مستوى الكتابة والموسيقى، ديستوفسكي، تشيكوفسكي، هذه الأسماء. خلينا نعود لحدوتها عشان هي مسألة طريفة قوي. اتفضل. ففشل حلم أبويا أن أنا أكون رجل أزهر، لأن أنا استمريت 3 سنوات في كلية التجارة جامعة الأزهر وأنا قلق، وقدت الحركة الطلابية في جامعة الأزهر في ال3 سنوات، وأصدرت مجلة الرؤية، وكنت على التوازي طالب في أكاديمية الفنون في المعهد العالي للفنون المسرحية. وكان الأب يعلم؟ الأب يعلم، وكنت أنا أول طالب أزهر يدخل أكاديمية الفنون، وكان ده انتصار. كانت تعامل الدبلومات المتوسطة معاملة الثانوية العامة. عاوزين إدارة الأكاديمية، وكان يرأسها أيامها رحمة الله عليه المؤلف الإذاعي عبد الجواد الضاني، قال لابد إن كتب على ورقة كده: تعامل الثانوية الأزهرية معاملة الثانوية العامة. أصريت بإرادة حديدية أن تعامل الثانوية العامة معاملة الثانوية الأزهرية، لأن الكم الهائل من المواد اللي كان بيدرسها طالب الثانوية الأزهرية ضعف اللي بيدرس طالب الثانوية العامة. فكيف العلوم الدينية، العلوم الشرعية، بالإضافة إلى العلوم المادية والعلوم أنا متحيز المختلفة الأخرى الاجتماعية. فعلا تم التوقيع على ورقي وأنا أقدم في امتحان القبول: تعامل الثانوية العامة معاملة الثانوية الأزهرية. فأوجد حلم والدي إن أنا أدخل كلية من كليات الأزهر، أصول الدين أو الشرع والكلام ده. فدخلت تجارة، فبدأ الراجل حلمه يهبط. دخلت مسرح، بدأ حلمه يهبط قوي. ففقدت حلم أبويا فقد حلمه إن أنا أبقى رجل دين. أما أنا بالنسبة لي كنت مشروع شاعر وفشلت. فأنا أول ما بدأت، ولذلك أنت دائم السؤال حوالين الفترة النصرية، لأن بعد وفاة جمال عبد الناصر ب20 يوم أبي من جيبه الخاص طبع لي 16 قصيدة في ديوان شاعر صغير اسمه بكيت بعد 20 يوم من وفاة عبد الناصر، وأنا طالب في 3 ثانوي. هذه أول إنجازي. تشاء الأقدار أن يكون أول عمل أدبي لي الصفحة الأخيرة هو مرثية لهذا البطل العربي الفذ جمال عبد الناصر، وأنا عندي 17 سنة في وفاة عبد الناصر. 18 سنة بعد 20 سنة يوم من وفاته، أبي من جيبه الخاص 20 جنيه، وكان ال20 جنيه يساوي 2000 جنيه دلوقتي، يطبع لي بكائيات مرثية في جمال عبد الناصر. بعدها ما وصلتش، لأن اكتشفت أن أنا لا أمتلك الذائقة الشعرية. الشاعر ده لازم يكون مؤهل لحاجات تانية، لازم يكون له ودن موسيقية، لازم يكون له يعني في أدوات. أنا راجل عندي براح في الكتابة، فلقيت نفسي في الرواية وفي المسرح أكتر، وفشلت كشاعر. وأنا سعيد أوي إن أنا ما عاندتش نفسي واستمرت في الشعر كما بدأت كشاعر، لأن لو كنت استمريت ما كنتش فلحت. أستاذ إبراهيم، لك أكثر من 20 مؤلف ما بين الرؤية المسرحية والنقد المسرحي، ما بين النص الروائي والنص القصصي، الكتابات المسرحية التي تم تدريسها على جامعات أو في جامعات مختلفة، الثابت والمتحول في المسرح العربي. وكما أشرنا في البداية، أريد أن أقف هنا عند النص الروائي، وهذا ما تحكف عليه مؤخرا الثلاثية البغدادية، وهذا العمل الذي تستطيع أو أن تضع قبالته الكثير من الرؤى الإبداعية تختصر هذا التاريخ وهذه المحطات عند الأستاذ إبراهيم. الثلاثية البغدادية هي رواية أشتغل عليها من عام 2007. أنجزت الحمد لله منها الجزء الأول اللي هو المفروض يكون الجزء الثاني، ودي يمكن أول تجربة روائية عربية يكتبها كاتب وكاتبة، لأن الكاتبة الزميلة كلشان البياتي المقيمة في تكريت في العراق حاليا هي التي شاركتني بناء هذا النص الروائي المستخدم فيه أو المعتمد على تقنية الرسالة، ولذلك أسميناها لأنها مكتوب عن طريق الاستفادة من تقنيات العصر الإنترنت، عن طريق الإيميلات، إيميلات تالي الليل، أي الإيميلات التي يتم تبادلها آخر الليل بيني وبينها. فكرة هذه الرواية تمت
حينما خرجت الزميلة كلشان البياتي من الاعتقال، اعتقلها الأمريكان بتهمة مساعدة ومساندة المقاومة العراقية، ولأنها عروبية قومية برغم أنها تركمانية الأم لكنها عروبية الأب، تقيم في تكريت. فبعد أن خرجت من الاعتقال في السجون العراقية على يد الأمريكان بتفتح الانترنت تشوف كان بقى طبعا تصاعدت حياة، كانت بتشتغل صحفية في جريدة الحياة ومقرها في بغداد، فبتشوف على الانترنت الرسائل المؤيدة والمنظمات الصحفية الدولية والعالمية اللي بتؤيد وبتطالب بخروجها من المعتقل والكلام ده. فلقت رسالة من رسائلي فكتبت لي رسالة: شكرا يا ابراهيم، كنا على معرفة مسبقة بيها وبأسرتها قالت لي انا هبعت لك ايميل، ارسل لك ايميل دلوقتي في تجربة الاعتقال. هنا تولدت فكرة انها ترسل رسالة تقول تجربتها، مطلوب ان انا ارد على رؤيتي لهذه الرسالة. فرديت على رؤيتي كمثقف مصري كان في فترة ما بعد احداث 18 بعد كامب ديفيد خرج من مصر الى الاردن مرورا الى العراق لظرف سياسي ما كان كل المثقفين بيعاني منه، عملية الطرد للمثقفين وكده، وتجربة العمل مع المقاومة الفلسطينية وتجربة العمل في العراق فاضطريت ان انا ارد عليها من منطق هذا المثقف المصري العربي. فكان بداية هذا المشروع بداية. يعني ماذا تم انجازه حتى الان؟ اللي انجز بعد ما خلصنا الرواية، هي حاليا تطبع في الدار العربية للعلوم في بيروت، ان شاء الله اتمنى ان يتم ذلك، وفيه فرصة ان احنا نحاول نطبعها طباعة مصرية هنا. هي كانت المفروض ديت عمل واحد وينتهي، ولكن بعد ما بدأت يذكر في الفضل ده الأستاذ صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة على فكرة، وهو صديق عزيز، وأنا كنت بأحرر صفحة ساعات بين الكتب في جريدة القاهرة وبشتغل في هذه الرواية، فبنتكلم كانت لسه مشروع وليد، كتبت منه 20-30 صفحة، فالراجل مشكورا نشر خبر رواية عربية عراقية، فبتنشر الخبر قال لك لا عشان تحفزك لازم تتم هذه الفكرة. فتمت الفكرة بالفعل بتحفيز، أصبحت معلومة لدى الناس، أصبحت والمتلقي ينتظر العمل، والكل كتير بقى سمع عنها وقرأ بعض فصولها عن طريق إرسالها بالإنترنت. ففي آخر قال لك طب أنت حكيت عن فترة المقاومة الحالية، العراق كان محاصرا قبل الاحتلال، دخل في حرب ودخل في حرب معه وحرب ضده، حرب معه بين إيران والعراق اللي استمرت 8 سنوات، ما سميت بحروب الخليج الأولى والثانية أيوة. وحرب ضده اللي هي حرب تحرير الكويت. وأنا كنت شاهد عيان لهذه الفترات كلها، فأردت أن فبدأت بالفعل اشتعالات الضوء عن نهاية الحرب العراقية الإيرانية وبداية غزو العراق للكويت في الجزء الثاني من اشتعالات الضوء من الثلاثية البغدادية، وقربت الانتهاء منه. يعني نتمنى أن نقرأ قريبا العمل كاملا إن شاء الله من خلال هذه الثلاثية البغدادية، ولكن قبل أن تنتهي الحلقة وما تبقى فيها إلا دقائق معدودة، يعني لديك مشروع كبير حول عروبة مسرح عرب 48 ويعني مسرح الجليل. نعم. تحديدا هذا المشروع الضخم، متى بدأت أو ماذا وصلت فيه؟ أستطيع أن أؤكد وبفرح هؤلاء الناس يعانون من قضيتين: قضية النظر إليهم، هم عرب فلسطينيين باقون متمسكون بأرضهم يحافظون على عروبتهم، حتى هؤلاء الدروز المقيمين في الجليل وفي أراضي 48 حيفا وعكا ويافا